عربية جديدة ولسه زيرو وفرش الباب بيبوظ، الناس قالت أكيد عربية صين. بس المفاجأة إن ده بيحصل في أغلى العربيات كمان. يا جماعة الفترة اللي فاتت الدنيا قامت على السوشيال ميديا بعد ما نزلت صور لعربية بايك جديدة وفرش الباب الداخلي طالع من مكانه. وطبعا أول تعليق تلاقيه أهو العربيات الصيني بانت على حقيقتها. بس خلينا نفكر كده بالعقل شوية. هل كل حاجة بتحصل في عربية صيني معناها إنها وحشة؟ طيب تعالوا أقول لكم حاجة من واقع شغلي وخبرتي أكتر من 15 سنة في مرسيدس وبورش. الكلام ده بيحصل حتى في العربيات اللي سعرها بالملايين. شايفين الصورة دي زراير دريكسيون مرسيدس والزراير كلها مقشرة. ودي عربية بورشة فرش السقف كله واقع من مكانه، ولو حصل وانت سايق ممكن يسبب حادثة لا قدر الله. ودي عربية بي ام دبليو زرار تشغيل المحرك بايظ وزرار التكييف مقشرة، وده فرش باب عربية فولكس فاجن. يعني مش قصة صيني ولا ألماني، دي ممكن تحصل لأي عربية. الفرق فين بقى؟ الفرق الحقيقي وتصرف التوكيل وطريقة تعامله مع المشكلة. لو العربية تحت الضمان المفروض القطعة دي تتبدل ببساطة من غير أي جدال. وده اللي فعلا حصل مع العربية البايك اللي الناس كانت بتتكلم عنها. صاحبها تواصل مع التوكيل والتوكيل استبدل الجزء بالكامل على الضمان. يعني الموضوع مش جودة صين، دي مجرد حالة فردية بتحصل حتى في أغلى العربيات في العالم. أنا دايما بقول ما نحكمش من أول صورة ولا بوست، اللي يهم هو إزاي التوكيل بيتعامل مع العميل بعد البيع. ده اللي بيفرق بين الشركة المحترمة اللي بتحترم عملائها عن أي شركة تانية. فيا جماعة ما تخليش الناس على السوشيال ميديا تخدعك أو تخوفك من أي حاجة صيني. الصيني دلوقتي بيتطور بسرعة رهيبة، ومش معنى إن حاجة بسيطة حصلت إن العربية كلها وحشة. ركز على الخدمة وعلى الضمان وعلى التجربة الكاملة، مش على صورة على الفيسبوك. قولوا لي في الكومنتات هل حصل معاكم موقف مشابه في عربيات غير صيني؟ ولو عندكم صور أو تجارب زي دي ابعتوها لي عشان أشاركها في الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان دايما نكشف الحقيقة مع بعض. سلام.